السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، انتم واولادكم وكل حبايبكم يا رب العالمين. رمضان على ابواب، كل عام وانتم بخير. ربنا يا رب يبلغكم رمضان ويبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. ربنا يجعله شهر مبارك وشهر سعيد وشهر مفترج وشهر فضيل علينا وعلى كل الأمة الإسلامية في كل أنحاء الأرض وعلى كل العالم يا رب العالمين. ربنا يفرج كرب كل مكروب ويقضي حاجة كل محتاج وكل مشتاق يرد له حبيبه اللي غايب عنه، وكل أم يرجع لها ضناها اللي غايب عنها يا رب بألف سلامة، ويفرحكم بأولادكم ويعزكم يا رب دايما، ويكرمكم من كرمه الواسع وبيرحمكم برحمته الواسعة يا رب العالمين. يعني اقبلوا على الله، اقبلوا على الله وتعبدوا واكثروا في العبادة في رمضان. رمضان شهر فضيل وشهر مفترج، ربنا يجعله سعيد عليكم. هنعمل النهارده مع بعض الفراخ المحشيه بكل تكاتها وتفاصيلها، ان شاء الله اكله جميله قوي هتحبوها في رمضان باذن الله. جربوها معايا هتعشقوها. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك. اهلا وسهلا بيكم في قناه وصفات ام مالك، ويلا نشوف الفيديو مع بعض. انا معايا هنا 3 فرخات، طبعا منضفاهم كويس قوي ونقعاهم في محلول مائي عبارة عن مية وملح وليمون وخل. ده بيقضي على الزفارة اللي فيهم تماما يعني. وطبعا يعني التنظيف بتاعهم انا جايباهم متنضفين يعني من عند بتاع الفراخ، بس انا طبعا بعيد عليهم في البيت ونقعتهم في المحلول وبدأت اجيبهم معاكم اهوت، وابدأ افصل الجلد عن اللحم بتاع الفراخ بالراحة كده عشان نحشيهم. بتفصلي الجلد عن الفراخ حبيبتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بندخل ايدينا كده بالراحة واحدة واحدة في جميع جناب الفرخة بالراحة كده، وبعد بايدك كده يعني، وبتفصل معاكي بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة. سهل جدا بمنتهى السهولة. اتفصل الجلد عن اللحم عندنا في الفرخة، وببدأ اجيب السكينة وبفتح فتحات كبيرة كده في اللحم بتاع الفرخة عشان اللحم يشرب من التتبيلة، وعشان كمان في الحشو ياخد من الحشو. وبجيب الجوانح بتاعة الفرخة لورا كده في الظهر بتاع الفرخة، وبجيب التانية بعملها برضو بنفس الطريقة بالراحة جدا زي ما انت شايفة كده. بصي بفصل بالراحة الحتة بس اللي في الاول دي بتفصلها بايدك بالراحة كده، وبعد كده بتدخلي ايدك بالراحة بتمشي معاكي يعني شايفة. بمشي ايدي كده وكده ولقدام في الفرخة وفي الجناب كده عشان الخلطة بتاعتي والحشو بتاعي يدخل في كل جناب الفرخة وتوزع فيها كويس قوي شايفة. بالراحة كده واحدة واحدة. والصدر برضو اهوت المنطقة بتاعت الرقبة دي انا سايباها اهي، وبفتح برضو الفرخة بنفس الطريقة عشان التتبيلة تدخل فيها فتحات كبيرة كده. و بعيد عليهم طبعا وبغسلهم غسلة كمان بعد الموضوع ده. وبجيب السكينة بتاعتي وبخرم كده، بعمل خروم كده فتحات كده في الفرخة من ورا. الفتحات اللي في الفرخة في الظهر بتاع الفرخة دي يعني بتساعد على التسوية بتاعت الفرخة بسرعة، يعني بتخلي الفرخة معاكي تستوي بسرعة. بتفتحيها بالراحة كده، بتنغزيها كده بالسكينة كده من تحت في ظهر الفرخة. وبرده بنعمل التالتة، عملنا الفرختين الاولانيين وبنعمل التالتة. طبعا انت بتعملي الكمية اللي تناسبك من الفراخ ده يعني على حسب افراد اسرتك. ده عايزين دايما في رمضان نعمل اكلات بحيث على قد الوجبة عشان ما يتبقاش حاجة لتاني يوم، وتاني يوم بتيجي تسخنها مش بيحبوا ياكلوها. جبت الخلاط بتاعي وبضيف فيه 4 طماطمات انا مقطعهم قطع صغيرة، وكام فص توم، ومعايا بصلة بقطعها برضو قطع صغيرة كده، وبضيفها على الطماطم والثوم في الخلاط كده زي ما انتم شايفين. وبجيب الليمونة انا بضيفها بقشرها، بترفع قوي من طعم التتبيلة، بتديها تست عالي قوي. وانا للامانة انا ضفت هنا حباية فلفل حامية، انا نسيت اوريها لكم بس حطيتها وانا بضرب الخلطة دي. وضفت كوباية مية طبعا. ضربنا الحاجة بتاعتنا في الخلاط ورجعنا لكم. بنجيب بولة كبيرة كده شوية وبننزل فيها الخلطة اللي احنا ضربناها. معايا كام ورقة لور كسرتهم كده وحطيتهم على الخلطة، وادي البهارات بتاعتي.
بضيف هنا ملح، تظبطي الملح كويس عشان الفراخ تشرب منه يدي الطعم. بابريكا، فلفل اسود، كمون، بهارات فراخ. انا عندي هنا بهارات مشويات ضفت منها معلقه، ومعلقه كزبره ناشفه. ودي 7 بهارات. السبع بهارات بتاعتي انا ضايفه عليها حبهان مفروم ولوري مفروم. عايزه اقولك ان لا، هنضيف الاول كمان صويا صوص معلقه كده كبيره. لو ما عندكيش الصويا صوص هتضيفي معلقه عسل اسود. ما عندكيش معلقه عسل اسود هتضيفي معلقه سكر. اي حاجه من الثلاثه بتسد في الموضوع ده. الصويا صوص بتدي لون وطعم جميل قوي في الفراخ، وخصوصا في الفراخ المشويه بتدي تيست عالي قوي، بتديها طعم جميل قوي. كنت عايزه اقولك على موضوع بهارات الفراخ. بهارات الفراخ بتشتريها من عند العطار، بتبقى معبأة. بهارات الشوي بتبقى جميله قوي. انا ضفت هنا معلقه خل ومعلقتين 3 زيت. بهارات الشوي بتبقى حلوه قوي، بتجيبيها من عند العطار او معبأة، بتطلع جميله قوي. باي مشويات عندك بتستخدميها بتطلع معاكي. بتضيفي منها معلقه واحده بس على التتبيله، بتخلي ريحه المشويات جميله قوي وطعمها جميل قوي. جربيها هتدعي لي ان شاء الله. بناخد التتبيله بتاعتنا وبنبدا نحط اول فرخه كده. انا عندي فرخه هنا جايباها. بصوا الجلده بتاعتها اللي هي في الاول دي، الجلده بتاعتها مفتوحه لو تلاحظوا. هوريكم هعالجها ازاي وهحشيها ازاي. انا سبتها برضو عشان اوريها لكم، ما رضيتش اشيلها. بنبدا بقى نحط بقى الخلطه كده بتاعتنا، التتبيله في كل. بنرفع الجلده بتاعت الفرخه كده وندخل في الفتحات بتاعت اللحم بتاعت الفرخه من جوه وفي عند الرقبه، وبنغرقها وبندخلها جوه برضو في داخل الفرخه من جوه من تحت الجلد كده، بحيث انها تشرب كلها من من التتبيله اللي احنا عاملينها فيها، تشرب منها كويس قوي. وبنبدا بقى نغطيها يا اما ببلاستيك راب او باي غطا عندك، كيس، اي حاجه. المهم تغطيها باي حاجه عشان وتدخليها التلاجة بتقعد معاكي. يعني بتبيتيها، تعمليها بالليل ممكن وتبيتيها، او لو هتعمليها في نهار رمضان ان شاء الله يبقى تعمليها في اول اليوم وتخرجيها على بعد العصر كده تشتغلي بيها ان شاء الله عشان تبقى جاهزه على الفطار. رحت هنا على البوتاجاز وخدت حله، وهعمل بقى ان شاء الله الرز بتاعنا بالخلطه، الرز الجميل قوي. ضفت معلقتين من الزيت ومعلقه زبده او سمنه، الموجود عندك اشتغلي بيه. ومعايا بصلتين انا مقطعاهم مكعبات صغيره كده، وببدا اديها تشويحه كده. ادي البصله بتاعتي تشويحه كده على النار. انا مش عايزه التشويحه بتاعتي تكون كبيره، يعني مش عايزه البصله تاخد لون، انا عايزاها تدبل بس معايا عشان التسكيره بتاعتها تفضل فيها. مش عايزه اديها لون ابدا. خلاص كده هي اهي بدات تدبل معانا. معايا هنا 3 فصوص توم كبار او 4، هقطعهم انا كده بالسكينه يعني واضيفهم على البصله. عايزه تهرسيهم اهرسيهم عادي، مش بتفرق يعني. المهم الطعم بتاع التوم يعني يبقى معانا على البصله، بيبقى حلو قوي. والتوم طبعا فوائده عاليه جدا يا جماعه، دخلوه في كل جميع اكلكم. والبصل لان الايام دي احنا محتاجينه قوي كمان يعني. وبندي تقليبه كده. بنبدا بقى نحط البهارات بتاعتنا. انا بضيف يعني بالبرطمان كده وبس، ده معلقه صغيره. ضفت فلفل اسود وكزبره ناشفه، ودي ال7 بهارات. كمون، بابريكا، من كل حاجه حوالي معلقه بالصغيره كده. معايا بهارات فراخ. ضيفي حبيبتي البهارات اللي انت تحبيها او المتواجد عندك منها يعني، بس انا يعني دي احسن حاجه بتفضل معاكي. وطبعا البهارات مهمه جدا يعني قبل رمضان كده وانت طيبه تجيبي البهارات بتاعتك وتجهزيها عشان تبقى في مطبخك تبقي جاهزه عشان اكلاتك وحاجتك. هنا انا مقطعه حبايتين فلفل، واحده بارده وواحده حامي، مقطعهم قطع صغيره. الفلفل الحامي ده بيدي تيست عالي قوي، بيدي طعم حلو قوي للاكل.
الريحه بقى طالعه جميله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، بركه الله بركه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. هنضيف بقى الرز بتاعنا. الرز انا مجهزاه طبعا جنبيه، منقياه وغسلاه كويس ومصفياه، وبضيفه على الخلطه الجميله قوي اللي انا عملتها دي. الريحه بقى يعني هقول لكم الريحه طالعه مفحفحه بجد، يعني طالعه جميله قوي، وشايفين شكل الرز عامل ازاي. وبنقلب بقى كده على النار حوالي دقيقتين او 3 لغايه الرز ما يتشمع معانا ويشرب من الايه، من الخلطه دي كويس. شايفين؟ انا عايزاكم تبصوا للون بتاع الرز. اللون بتاع الرز طالع تحفه، وطعمه ان شاء الله يطلع كمان معانا تحفه باذن الله. انا متعوده عليه، بعمله على طول. بنضيف بقى المعيار بتاع الميه بتاعتنا، ميه بتغلي او ميه سخنه. اللي انا بشتغل بالرز المصري الجميل بتاعنا العادي ده. لو انت حابه تشتغلي برز بسمتي اشتغلي، لو حابه يعني الموجود عندك اشتغلي بيه. ده الموجود عندي بشتغل بيه. المعيار بتاعه على قد بعضه، الميه قد الرز. يعني لو كوبايتين رز تبقى حاطه كوبايتين ميه. وضفت الملح بتاعي وظبطته. طبعا بتظبطي الملح بتاعك على حسب رغبتك. وبنغطي عليه، بنسيبه يغلي وبنغطي عليه. وبعد كده لما بيغلي بنهدي عليه النار ونسيبه بيقعد حوالي يعني تلت ساعه كده وبيستوي. طبعا قبل ما يستوي معانا، لما يشرب الميه بتاعته، اول ما يشرب الميه بتاعته اهو زي ما انتم شايفين كده، قبل ما يستوي باخد شويه في طبق كده عشان احشي بيهم الفراخ. انا كده عملت لكم الرز اللي هيتاكل مع الفراخ، مع الرز اللي هيتحشي بالفراخ. بدل ما تعملي رز للحشو ورز تقدميه جنب الفراخ نوع تاني، لا انا بعمل لك نوع واحد وهياخد الاثنين بنفس الطعم. يعني هتاكلي الاثنين بنفس الطعم، بنفس النكهه، الاثنين هيبقى تحفه معاكي. يعني الرز اللي هتاكليه جوه الفراخ محشي فيها هيبقى بنفس طعم الرز اللي هتاكليه او هتقدميه مع الفراخ، بنفس الطعم الاثنين. بناخد كده بقى وبنجيب الفرخه. طلعناهم طبعا، طلعنا الفراخ بتاعتنا من التتبيله. وبحط كده في الفرخه تحت الجلد كده وجوه الفرخه من جوه. وببدا اساوي بايديا كده بالراحه. بتضغطي بايدك وبتساوي بايديكي كده على قدام. بتزقي الخلطه كده بايديكي على قدام من فوق الجلد كده. بنضيف تاني اهو، شايفه؟ على قدام، بتساوي على قدام. بتمشي معاكي الخلطه وبتتوزع في الفرخه وفي المنطقه اللي قدام دي اللي عند الرقبه اهي. وبرضو بفتح الرقبه كده وادخل فيها برضو احشيها بالخلطه الجميله بتاعتنا والرز الجميل بتاعنا ده اهو زي ما انتم شايفين كده. ما تكتريش الحشو قوي، في المعقول، عشان الفراخ ما تفرقعش منك. هي طبعا ان شاء الله ما بتفرقعش بالطريقه دي ابدا يعني، لان هي مش هنعملها في شوربه، احنا هنشويها. وبكتف الفرخه من ورا كده او من الخلف. وكده تمام الفرخه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين بنتخلص من اي بواقي بقى من الرز اللي بالخلطه ده عليها. وبنحشي بقى بالطريقه دي. ادي اول فرخه عملناها. بناخد التانية، هعمل التانية برضو قدامكم. بناخد من الرز، نشيل الجلده لفوق كده بايدينا، بنرفعها بايدينا لفوق وبندخل فيها الرز. نحط الرز تحتيها كده اهو بمنتهى السهوله. وبتضغطي بايديكي على قدام وبتساوي، بتوزعي الرز في جميع الاجناب بتاعه الفرخه من هنا ومن هنا، يعني الجناب بتاعه الفرخه كده وكده والقدام. سهله جدا وجميله. الطريقه دي على فكره ما بتخليش الفراخ تفرقع يا جماعه خالص، لانها مش محطوطه في شوربه. بس برضو الرز يكون في المعقول، يعني ما تمليش الرز قوي برضو، خلينا في الاضمن. وبنكتف الفرخه وحشينا الفرخه التانية كده خلاص. عايزه اوريكم حاجه بقى. انا قلت لكم من شويه ان عندي فرخه الجلده بتاعتها مقطوعه زي ما انتم شايفين. الفرخه المجلده مقطوعه دي انا حشيتها. طيب انا هسيبها كده يعني عشان هي مقطوعه خلاص ما نحشيهاش؟ لا، نعمل لها عمليه جراحيه ونحشيها طبعا، يعني ما نسيبهاش، يعني لازم نتصرف، ما ينفعش. بتجيبي خله كده بتمسكي بيها القطعتين الجلد، بتضمهم لبعض وبتخيطيها كده بالخله. بتمسكيها بالخله، بتقفليها بالخله كده زي ما عملت. وحشيتها حشو عادي جدا، وهسيبها تتشوي مع اخواتها عادي. ولما اجي اكلها ان شاء الله واخرجها من الفرن بشيل الخله منها عادي وبنشتغل بيها.
يعني ما هياش مشكله ابدا، يعني تعودي تتصرفي نفسك. انت عندك حاجه زي دي، حصل دروب معاكي في المطبخ كده، تعودي ازاي تصلحي الامور. انا حبيت اوريها لكم برضو عشان تستفادوا منها، عشان لو الموقف ده حصل مع حد فيكم تتصرف يعني. عندي الشبكه بتاعت الشوي. الشبكه بتاعت الشوي دي بتنشري زي ما قلت لكم من عند بتاع المشويات، يعني رخيصه مش غاليه. وبنجيب صينيه كبيره كده، وبنضيف فيها معلقه فلفل اسود، بابريكا، ولور، وبنضيف ميه سخنه او بتغلي، وبنضيف معلقه ملح، وبنروح حاطين عليها الشبكه بتاعت اللي احنا حاطين عليها الفراخ. حطي الصينيه على قد الشبكه، عشان الفراخ دي لما تستوي في الفرن هتنقط منك. لو هي الصينيه صغيره هتنقط منك في الفرن، هتعملك دخان وهيضايقك. هي الريحه جميله، ريحه مشويات وجميله، بس هيضايقك الدخان. انا هنا رشيت شويه ملح وشويه فلفل اسود، وزي ما انتم شايفين الصينيه على قد الشبكه بالظبط. والميه اللي بتغلي دي انا هحطها ليه؟ عشان هي دي اللي بتسوي الفراخ. الازازه بتاعت الزيت زي ما انتم شايفين ما فيهاش غير نقطتين، فانا بوزعهم كده بالراحه كده، يعني حاجه خفيفه خالص. ممكن ترشي بالمعلقه شويه زيت خفاف كده على على الفراخ من فوق. وبنجيب ورق الومنيوم وبنغطي الفراخ بتاعتنا، بنحاول نقفل على الفراخ بتاعتنا. عايزه اقولك لو ما عندكيش ورق الالومنيوم ممكن تغطي بحاجه، يعني مثلا حاجه تقفل، يعني صينيه كمان تقفلي الاثنين الصينيتين على بعض كده فوق الشبكه، يعني تحط الصينيه فوقيهم فوق الشبكه كده، هيمشي الحال برضو يعني. بقفل كده بالورق الالومنيوم او الفويل، وبتولعي طبعا الفرن بتاعك من غير الشوايه، ما تولعيش الشوايه، الفرن على درجه الحراره العاديه بتاعته. وبندخل الحاجه دي في الفرن، بتقعد معانا ساعه بالظبط في الفرن، نص ساعه وتشيلي الفويل، وبعد النص ساعه التاني بتاخد الفراخ اللون. وهنا الرز بتاعي استوى، وجبت طبق عشان اغرف للتقديم. زي ما قلت لك هي بتاخد معانا ساعه في الفرن، الفراخ بتاخد ساعه في الفرن. نص ساعه دخليها تقعد نص ساعه، وعليها الفويل او الغطا اللي انت حطاه على الفراخ قافله بيه عشان البخار يدخل فيها وتستوي. وبعدها بتشيلي الفويل من عليها وتسيبيها تاخد اللون. ما تشغليش الشوايه، هي هتاخد اللون مع نفسها في الفرن. لو طولت معاكي شويه عن كده مفيش مشكله، عشان درجه الحراره بتاعه الفرن عندك. وهنا خرجناها من الفرن، بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، يا بركه الله، بركه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. شايفين الرز وحلاوته وجماله، شايفين محمره من فوق ومن تحت، واللون بتاعها طالع تحفه، والرز طالع معانا مفرفر وطعمه جميل قوي، ولونه حلو قوي، وطعمه حاجه يعني كده بجد يتاكل لوحده من غير حاجه. وهنا بقى انا عامله ايه؟ عامله يعني وردتين كده او 3 بالطماطم والخيار، حبيت اوريهم لكم برضو، دول لتزيين الاطباق اللي احنا بنقدمها. يعني العين بتاكل قبل البق، فحاجه شكل خفيف كده يعني. هو طبعا الطعم اهم يعني بالنسبه لي، بس انا برضو بدور على الشكل شويه. عملت وردات كده بالطماطم وبالخيار، وببدأ اقدم الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين، يتاكل اكل شهي شهي جدا. عايزين نعمل وجبات في رمضان بسيطة وسهلة، وعايزين نعمل الوجبات على قد افراد الاسرة. يعني لو انت افراد الاسرة بتاعتك تعملي الكمية يعني على قد العدد بتاعهم، عشان في رمضان ما نعملش اكل كتير وبعد كده يتبقى وتيجي تسخنيه تاني يوم، ما بيبقاش مستحب يعني. فعلى قد اعملي كل يوم حاجه حلوه كده ولذيذه لاولادك، حببيهم فيها وغذيهم، يعني حاجه تكون مفيده وفي نفس الوقت تكون ما تهدريش، يعني ما يتبقاش منك كتير. اعملي على عدد افراد اسرتك. الاكله دي تشرفك في العزومات، جميله قوي وحلوه قوي في رمضان. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله.